فليك هو نملة فاشلة، أو ده اللي المجتمع مصدره ليه، وكعادة كل المجتمعات مع أولادهم. وإن حد مثلا جاي من بلاد بره زي مجتمع النحل فبيكون فكره متقدم، بيكون الفشل ده هو العامل الأساسي للنجاح، أو هم مفهمينه كده. ما علينا. المهم مجتمع النمل ده منظم قوي، وبيجمع حبوب بكمية كبيرة جدا. للوهلة الأولى بيبان إنهم بيجمعوا كل ده عشان داخلين بيات شتوي عشان يقضيهم فترة الشتاء، ولكن بنكتشف إن في سلطة عليا، في سلطة أعلى من النمل، وهو الجراد. بمعنى إن كل الأكل ده للجراد. مش مشكلة، يمكن الجراد مثلا بيساعد النمل انه يحميه من الحشرات اللي في المجتمعات التانية، او لو في حد هجم على مجتمع النمل تقدر تحميه، او لو شاف حد بيتهم نفس فصيلة النمل يتحرك ويقول ما ينفعش، ولو حد مات منهم ياخد حقه او يتكلم باسمه حتى. ولكن ده ما حصلش. الجراد بياخد الاكل اتاوة بلطجة مش لسبب، كل ده تحت خدمة السلطة والوطن وخلاص، وبدون اي مقدمات قصادها. هو ممكن يكون قال لهم كده، والفعل حبار قال لهم انا هحميكم من كل الحشرات